أعزائي المتابعين والمشاهدين، تحياتي لكم. أنا شمال علي من قناة هيوة. أستضيف اليوم ضيفا عزيزا والصديق العزيز أحمد حرقان، اللاديني المعروف على صعيد العالم العربي. وموضوع مناقشتنا اليوم اللي أتوقع أنه الكثير من المتابعين يعرفون به هو موضوع اعتقال اللادينيين في مصر، وخصوصا شريف جابر وماجد زكريا. اهلا وسهلا بك احمد، انا سعيد جدا انك قبلت دعوتي لهالبرنامج هذا. مشكور مقدما. شكرا، بالعكس شكرا عزيزي. أنا سعيد ومتشرف بوجودي معك أخي شمال العزيز. و يعني مشكور على جهودك عموما، ومتابع النشاط بتاعك والفيديوهات والبثوث بالكردية وشيء رائع بصراحة. اوكي، هاي مثار سعادتي. سعيد جدا بالكلام. بس خلينا احمد نشير الفيديو على الفيسبوك، لانه انا مقرر انه الفيديوهات تنشر فقط على طريق اليوتيوب. وهسه في كثير من الناس ممكن يحبون يتواصلون معنا، نشيروا عن طريق الفيسبوك. واذا ممكن انت تعمل نفس الشيء يكون اوكي. ايوه نعم، نعم مهم. هو بس انا بدور على البث على القناة على اليوتيوب. قناة هيوة. أنا ممكن أبعث لك اللينك. الرابط. نعم. الرابط ممكن أبعث لك إياه. وصلك عن طريق الماسنجر لينك اليوتيوب. اوكي. يا أعزائي المتابعين والمشاهدين، موضوع برنامج اليوم مثل ما تشوفون هو اعتقال اللادينيين في مصر. وهذه الحملة يعني تقريبا بلشت من سبتمبر، وعلى حسب الإحصاءات الأرقام الموجودة لحد الآن 21 شخص معتقل. وهي حملة تسمى بالحملة ضد حاملي الأفكار الدينية المغايرة أو المنتقدين. يعني القضية حتى بهالتعريف هذا دارج في بعض الأوساط. ومن ضمن الناس طبعا ال 21 شخص أساميهم معروفة، ولكن يبدو أنه الأشهر بهم هم صانعي المحتوى الاثنين اللي هم شريف جابر وماجد زكريا، اللي كانوا طبعا لفترات طويلة، خصوصا شريف جابر من يمكن 15 سنة يوتيوبر مشهور وصانع محتوى مشهور، وأيضا تقريبا عنده لمسة فنية يعني كثير جميلة في فيديوهاته. وأيضا ماجد زكريا هو كان من الناشطين على التيك توك وعلى اليوتيوب. وتهمة دولي طبعا بالنسبة للاعتقال شنو هي؟ طبعا على أساس قانون ازدراء الأديان. هذا القانون اللي ماشي بمصر، واللي طبعا يعتقلون الناس على أساسه. راح نشوف مع الضيف الكريم انه شنو ملابسات القضيه هاي، شنو خلفيتها، وليش في الوقت الحالي بالذات هاي الحمله تصير، وهل هاي الحمله مثلا قانونيه؟ هل هناك مثلا قانون معين او معين يجيز، او في بنود في الدستور تجيز للسلطات المصريه اعتقال اي شخص بتهمه الخلاف؟ وشنو اساسا جذور السياسيه لهاي الحملات اللي تصير في بلدان تدعي الالتزام بالقانون والدستور وعلى اساس حريه التعبير والحريات الشخصيه؟ عزيزي احمد، اتصور انت من زمان تعرف شريف جابر. نعم. يعني حتى مو معرفه شخصيه، ما اعرف مدى علاقتك او قوه علاقتك به. لا أعرفه معرفة شخصية. نعم. شريف وغير شريف وقبل شريف أشخاص كثيرين اعتقلوا بنفس يعني الطريقة، باستخدام القانون سيء السمعة اللي هو قانون ازدراء الأديان. نعم.
بيسموه قانون ازدراء الأديان، ومنهم اللي اعتقل أيام حتى حسني مبارك، اللي هو مثلًا زي كريم البنا، إمم، وكريم البنا قضى سنين في السجن أيام حسني مبارك بنفس التهمة يعني. إمم، وفي عهد السيسي أكتر مدة أو أكتر عهد شهد اعتقال للادينيين وتنكيل بيهم يعني. إمم، منهم شباب زي كريم البنا، زي البير صابر، وغيرهم كتير، عدد كبير. في عدد من الناس اتكلمت عنهم اللي هي منظمات حقوق الإنسان في مصر، زي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وغيرها نعم، علنًا، وفي منهم اللي ما اتكلموش عنهم بناءً على رغبة أهاليهم يعني، أو بناءً حتى على رغبة بعضهم علشان خاطر الموضوع ما يكبرش يعني، أو هكذا يقولون يعني، إن إحنا لمّا نسكت أفضل علشان خاطر ما يبقاش في تحامل من المجتمع على هؤلاء الناس أزيد، فيضر القضية بتاعتهم أزيد وما إلى ذلك. ففي كتير من الحالات ما بتخرجش للنور، أو ما فيش حد، الأغلب يعني ما بيتكلموش عنهم علنًا يعني، زي مثلًا النهارده في البيان اللي حضرتك بعته لي بتاع المبادرة نعم. المصرية، هم مش كاتبين أسماء لنفس السبب ده يعني، على إمم. أساس إن يمكن القضية. هذا خبر جديد أحمد، خلّيني يعني نحكيه للناس، إنه على حسب بيان جديد من المبادرة المصرية للحقوق إمم، الشخصية اللي صدر أمس، يوم أمس 3 إمم. ديسمبر، مكتوب إخلاء سبيل 5 من المحبوسين بسبب التعبير عن معتقداتهم على الإنترنت وضم متهم جديد على ذمة القضية. هذا ده البيان انتظام صادر 3 المتهمين في مصر. ديسمبر، إمم. ولكن ما في أي ذكر لأي اسم من هالأسامي اللي طبعًا تم إخلاء سبيلهم. هو ضمّوا متهمين جداد وأخلوا سبيل 5، وضمّوا عدد من ال م اهم. من المتهمين. المبادرة وثّقت القبض على 20، لكن العدد اللي مقبوض عليه أكتر من كده. أها، اللي المبادرة وثّقت القبض عليهم هم 20، لكن عدد أكبر من كده يعني، لإن في ناس آمم، يعني ما توثّقش لحد دلوقتي القبض عليهم، نعم، مختفيين يعني من غير ما حد يوثّق هم فين بالضبط. الأمن الوطني قبض عليهم. المبادرة بتقول إن هم العدد اللي اتقبض عليهم منذ بداية عام 2025 اللي إحنا فيه، وصل نعم، ل46 شخص، موزّعين على قضايا مختلفة، و بتقول تعرّض عدد من المقبوض عليهم للإخفاء عدة أيام قبل ظهورهم بنيابة أمن الدولة العُليا التي تولّى التحقيق معهم. في أشخاص ما ظهروش لسه قدّام نيابة أمن الدولة العُليا زي شريف جابر مثلًا، لحد نعم. النهارده هو ما ظهرش قدّام نيابة أمن الدولة العُليا ولا ظهر في أي مكان يعني، من 4 نوفمبر الجاري وهو مختفي تمامًا، لا نعرف أين هو يعني. حتى ما صرّحوا باعتقاله يعني. أنا سمعت في يوتيوبر يمكن من المغرب، لهجته من المغرب، بيقول إنه تواصل مع محاميين وتواصل يعني مع ناس، مع أصدقائه يروحون يزورون حتى السجون يعني. وطبعًا ذكر رقم رهيب، أنا أول مرّة أسمعه، إنه فقط في القاهرة هناك 18 سجن يعني، إمم. كأنه يعني يمكن أزيد من الجامعات أو من من لأ في مصر مؤسسات عدد. التعليم. إمم. في مصر في عهد السيسي بنوا كتير من السجون الجديدة كمان. نعم، نعم. آآ وهذا هو البناء التحتي اللي يشتغل عليه النظام السيسي، بنية مع تحتية. الأسف. ولماذا أصلًا يتم اعتقال شاب لإنه بيعبّر عن رأيه في آه، في الدين مثلًا، أو بيقول إن إحنا المفروض نفكّر بشكل نقدي فيما يتعلق حتى بالأديان؟ لماذا النظام السياسي أصلًا ينشغل بهذا، بهؤلاء الناس يعني؟ إيه القلق اللي ممكن يسببه له شاب بيعبّر عن رأيه أو بيدعو الناس لإن هي تستخدم التفكير النقدي؟ إيه مشكلتك؟ طالما أنت راجل سياسي بتدعي إن أنت عايز البلد تتقدّم وعايز البلد تتمدّن، وكأنك أنت بتقدّم نفسك كمان للغرب على إنك قاهر الإسلاميين أو عقبة نعم. في يعني طريق المشروع الإسلامي المتشدد أو المتطرف زي ما أنت بتقول للعالم، أو بتحاول إيه اللي لا بس شاب أنا بي العفو، بل نعم. بيمثّله لك؟ إيه المشكلة اللي بيمثّلها لك شاب إمم، فقط يدعو الناس إلى التفكير النقدي المتحرر؟ إيه مشكلتك معاه؟ اهم. لا، أنا راح أعتبر هذا سؤالك أحمد سؤال بلاغي، أو مثل إمم، ما يقولوا
ريتوريك يعني، لانه معلوم انه شنو مشكلتهم، معلوم انه الدوله وسلطه مستبده ما تريد تعطي حق النقد للسياسات، وهاي ممكن تبلش بهالجانب هذا يعني. وعلى طول التاريخ وهاي التواطؤ السياسي ما بين السلطه والدين يعني على مر التاريخ على خلفيه قضايا سياسيه. نعم. ما انتقدوش النظام ابدا ولا واحد منهم يعني. لان نعم. مش الشباب دول مش منشغلين بالقضايا السياسيه، عندهم مشروع ان هم يزودوا الوعي عند الناس بس، مش اكتر ولا اقل، بصفه عامه. فبيناقشوهم عن الاسئله الممنوعه، وان دي قضيه مهمه جدا في التفكير النقدي، يعني ان الانسان يعرف ان من حقه يسال كل الاسئله، حتى ولو في الدين او غيره، او حتى في اصل الدين نفسه. فالشباب دول مشروعهم ان هم يفكروا مع الناس بصوت عالي حتى في الاسئله الممنوعه. فايه اللي يخليك انت تعتقل شباب يفكروا بالطريقه دي؟ ما هماش اخوان مسلمين، ما هماش بينافسوك على الكرسي، مش عايزين ياخدوا منك الحكم، مش عاوزين يوقعوا النظام بتاعك، ما بيدعوش للشغب والمظاهرات، الحاجات اللي انت بتعتبرها خطايا بالنسبه لك، هم يعني مش متورطين في اي حاجه من دي. إيه اللي يخليك انت مش تتعقب الناس ديت وتنكل بيهم كل هذا التنكيل من غير ما يصطدموا معاك؟ ده سؤال مهم جدا. الإجابة اللي مفيش غيرها قدامي، اللي مش قادر أشوف غيرها، إن أنت من مصلحتك إن الناس تكون عبيد في تفكيرهم، إن الناس تكون غير قادرة على التفكير النقدي، الناس تفقد الحس النقدي تماما، ما تقدرش تحكم بنفسها على الأمور، تفضل متعلقة بيك أنت، بقراراتك، بتوجيهاتك، برؤيتك أنت، ما يكونش عندهم رؤية خاصة. الشباب يعرفوا ويفهموا عن طريق التجربة، عن طريق الألم اللي أنت بتحدثه في اللي بيتكلم، إن هم لو اتكلموا أو فكروا هم كده مش هيبقوا في امان، وان الوضع السليم بالنسبه لك انت، يعني من وجهه نظرك اللي انت عاوز تكرسه، يعني ان الوضع السليم للشاب في مصر ان هو يكون مطيع فقط، مطيع وماشي في الطريق المرسوم له، ما يفكرش بشكل نقدي. ده اللي بيريحك انت كراجل مسؤول او كراجل رئيس في هذا النظام. انا بقالي سنين شمال، بقالي سنين طويله بدور على اجابه للسؤال ده، بالمناسبه ما هوش سؤال تافه. ايه اللي يخلي السيسي مثلا يضطهد انسان ما تكلمش ابدا ضده؟ بالعكس، حتى احيانا بيقول ضد سياساته، حتى ضد سياساته مثلا، ما نقد سياسه من سياساته. نعم. السؤال ده تحيرني يعني، بس في النهايه ما لقيتش غير اجابه واحده بس، مش لاقي. لو حد عنده اجابه تانية يقول لي. إجابة واحدة بس، إن النظام ده بتهدده فعلا الحرية، بيهدده فعلا الفكر النقدي، بيهدده. هو النظام ده لا يسعى لتطوير الشعب ولا تعليمه. في حاجات بتؤيد، حاجات موضوعية جدا بتؤيد الكلام ده، في إحصائيات بتؤيد الكلام ده. مثلا مصر مثلا ما بتصرفش على التعليم الحد الأدنى من المفروض تصرفه عليه، الحد الأدنى بتصرف 1.1%، 1.10% من الدخل بتاع البلد، الدخل العام على التعليم. الدستور المصري بينص على نسبة أكبر من كده، والحد الأدنى العالمي نسبته أكبر من كده بكتير. فما بيصرفوش حتى، يعني في تعمد تقريبا لتجهيل الناس، يعني في تعمد لتجهيل الناس، وفي تعمد لتغييب الناس، ان انت عمال تنفخ في قراءة القرآن وسميتوها دولة التلاوة، وتعمل تحفز الناس على الدروشه والانضمام للازهر والانخراط في البرامج اللي هي تبع الاوقاف والازهر والحاجات دي. والشباب اللي بيحاولوا يفكروا بشكل نقدي تعتقلهم. في من ضمن المعتقلين شاب بيرسم كاريكاتير فقط، بيرسم، ما عملش اي حاجه غير ان هو بيرسم كاريكاتير ذكي جدا، وما لهوش علاقه بالسياسه، بيتكلم بصفه عامه على التفكير النقدي برضو. شريف جابر من 2013 مضطهد برضو، لان هو بيقول للناس تفكر من غير خوف حتى في المسلمات.
واضح إن هو مش عايز الناس تفكّر بشكل نقدي ولا خلاق ولا يهمه تقدُّم حقيقي البلد، هو عمّال يبني في هياكل وأشياء يعني شكلية يزيّن بيها سُلطته، زي يعمل أكبر قصر رئاسي في العاصمة الإدارية، زي يبني أكبر كنيسة، أكبر جامع، لكن مش أكبر تلسكوب مثلًا، مش أكبر لأ، هو بيعمل بلد كرتونية و نعم. بيحاول يحافظ على وجوده هو في السُلطة والسيطرة على البلد بمواردها، وأي إمم. حد ممكن يشكِّل ولو من بعيد أو ولو بشكل غير مباشر أي خطر على وجوده، هو بيعتقله وبينكِّل بيه يعني. إمم. إمم. طبعًا أنا يعني تأييدًا لكلامك، هو التفكير النقدي، يعني التفكير النقدي كمنهج إذا اتخذ الناس أو إذا كان هذا هو اللي بالمهيمن، التفكير النقدي ما راح يتوقف عند نقد الأفكار الدينية، إمم. وما راح يوقف عند نقد الخرافات، راح يحاول إنه يلقي جواب لأسئلة كثيرة موجودة. يعني مصر دولة الحضارات، حضارة 3000 سنة قبل الميلاد موجود لحد الآن، يعني آثارها موجودة ونشوفها. هاي الدولة فيها عقول، فيها ناس بتشتغل، وفيها ناس شغيلة بمعنى الكلمة. يعني مو بس تشيل مصر، تشيل منطقة الخليج والمنطقة العربية كلها على أكتافها، إمم. ومع هذا تشوف الفقر المدقع يعني بهالبلد. هذا شيء ما معقول. فهذا السؤال يحتاج إلى رد، يحتاج إلى جواب. هل الثروات اللي يعني يعني تنتج في هالبلاد هذا وين تروح؟ وهي ما في صالح الطبقة الحاكمة. يعني المسألة مو مسألة دولة ونظام سياسي إمم. فقط، إمم. يعني القمع اللي إحنا نحتاجه في بلداننا مردوا إلى الوضعية المفارقات العجيبة اللي نعيشها. يعني الحضارة بدأت من يمنا وإحنا نعيش في أسوأ أيامنا، أو ممكن نقول إنه نعيش في أسوأ وأكثر المناطق تخلفًا في العالم هسه. صحيح. إمم. وشنو سبب هذا؟ يعني سببه مو سبب الدين. مرات مثلًا مع الأسف يعني بعض الناس اللي يناقشون هالأمور هذا ما ينطلقون خارج نطاق العقل، يعني يشوفون يفسرون كل المسائل بالعقل، بس المسألة أساسًا مردوا إلى إلى سيطرة طبقة، يعني طبقة مستغلة بكل معنى الكلمة، طبقة ناهبة وطبقة تسرق وتضطهد الناس، وهاي الطبقة من مصلحتها إنه الفكر النقدي ما ينتشر. فإذا أنت تريد توقف الفكر النقدي، ما في أحسن من المقدسات اللي متفق عليه تقريبا من الجميع، واللي ممكن تعتبر من حتى مسألة هوية، إنه هاي إحنا هويتنا، الدين بالنسبة لنا هوية. فهالمقدسات هاي إذا تصر عليه فهيك توقف النقد والفكر النقدي، وهذا الفكر النقدي ما راح يتوسع ويشمل مسائل أخرى. طبعا أنا وأنت تحكي سألت الشات جي بي تي، أتمنى إنه يكون رده صحيح، إنه كم عدد المساجد في مصر؟ إمم. تتصور إنه عرفت إنه عدد المساجد في بلد مثل إيران مثلًا اللي تحكمها دولة إسلامية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عدد المساجد فيه 80 ألف. إمم. إمم. يعني على كل 1000 شخص موجود مسجد، أو موجود زاوية، أو موجود محل في ممكن الصلاة. في مصر في 160 ألف يا حسب إحصائيات وزارة الأوقاف. أوكي؟ فاتصور انه الاستثمارات بدل ما تتجه الى هالمناحي هاي، ممكن كانت تتجه الى بناء المدارس وبناء المؤسسات إمم. التعليميه والمؤسسات الصحيه. ممكن صح. كان الوضع يختلف كثير، بس صح. لا. إمم. يعني هذا الاستثمار، هذا مو استثمار في انتاج الثروات، هذا استثمار في انتاج العبوديه. الدروشة واحنا والعبودية. نقدنا إمم. مثلا اذا ننتقد الدين ننتقده من هالزاويه هاي. يعني لو إمم. ما في فكره العبوديه بدين معين، ممكن انا كنت يعني اتساهل مع الافكار الدينيه، ما كان يكون عندي إمم. مشكله. ولكن نفس وجود فكره العبوديه، هاي فكره العبوديه تتعمم. كيف مثلا النقد ممكن يتعمم على
مناحي أخرى بالحياة. فكرة العبودية ممكن تتعمم على مناحي أخرى بالحياة، على بالناحية السياسية، بالناحية الاقتصادية، من كل النواحي. أنت ممكن تكون عبد للي يؤمر، وعبد المأمور مثل ما يقولون، وست حلقك ما تحكي أكثر من هاي. بس أنا يعني من الحملة السياسية هاي ليش بالوقت الحالي مثلا، ليش بلشت من سبتمبر؟ لا، هي طبعا. مش بلشت من سبتمبر، هي مستمرة. وهو الفكرة، هي الحملة دي مستمرة. الحملة دي بدأت من بدري، والسيسي بنفسه طلع، أنا شفته في التلفزيون طلع كان لامم الناس حوالينه زي ما بيعمل وبيتكلم. اتكلم عن الإلحاد بشكل صريح، وقال الموضوع ده هينتهي قريب. الكلام ده 2016 مثلا، مش فاكر، ولا 2015 في الوقت ده. قال الإلحاد هينتهي قريب. يعني هو عنده خطة في دماغه للتعامل مع الموضوع ده. وتم وضع كل الملحدين المعروفين في مصر لدى جهاز الأمن الوطني على قوائم المنع من السفر، سواء كان ليهم نشاط أو ما لهمش نشاط. نعم. بالمناسبة في أشخاص ما لهمش نشاط على الإطلاق موجودين على قوائم المنع من السفر. فالأمن الوطني عمال يجمع معلومات عن المواطنين الملحدين، يحطهم على قوائم المنع من السفر، قوائم سرية. قوائم سرية يعني أنت ما تعرفش إن أنت ممنوع من السفر إلا بالصدفة وأنت في المطار، فقط لا غير. أول مرة عرفت فيها إن أنا ممنوع من السفر في 2016. أنا رايح المطار أسافر لبنان، عندي لقاء في التلفزيون مع توني خليفة في قناة لبنانية نعم. اسمها الجديد. و... والأمن الوطني وقفني في المطار. نعم. يعني أروح أختم الجواز بتاعي والضابط يختمه، وبعد ما يختمه يقول لي لحظة، لأن في كود ظهر قدامه، استنى، تقدر تستنى شوية. بعد كده يجي حد من الأمن الوطني يدخلني في مكان للانتظار لحد ما الطيارة فاتت، وبعدين بعد كده اداني جواز السفر بتاعي وقال لي اتفضل تقدر تمشي. امشي اروح فين؟ الطيارة فاتت. بعد نعم. كده تكررت نفس التجربة تاني وانا مسافر برضو لبنان، للقاء تاني برضو في قناة الحرة. نعم. وبعدين يقول لي برضو استنى. وبعدين بعد كده الضابط يقول لي رايح تعمل ايه ومش عارف ايه، ويدردش معايا بتاع الامن الوطني وكذا وكذا. وبعد كده يقول لي تقدر تمشي. طب ايه اللي حصل؟ بعد ما الطياره تمشي بتاعتي على طول الرحله تفوت يقول لي تقدر تمشي. انا مش فاهم. يعني حتى لما كانوا مانعين من السفر يمنعوك من العلم بقرار منعك من السفر. يمنعوك من العلم بقرار معرض مثلا، ما تقدرش ان انت تفهم انت ليه ان انت ممنوع اصلا من السفر. لما جيت اسافر عشان زواج وكده بعد كده، عشان انا كنت هتجوز من تونس او في تونس، نعم. عملت مشكلة بقى، لأن الموضوع ما عادش موضوع إن أنا ممنوع من إن أنا أسافر عشان خاطر حلقة أو غيره. ده موضوع قرار يتعلق بمستقبل الإنسان يعني، نعم. شخصي وقرار مهم. فاضطريت إن أنا أدوّر بقى ورا القصة دي. رُحت مساعد وزير الداخلية، فقال لي: "أنت بالنسبة لنا ما عندكش أي مشاكل، تقدر تسافر." أنا ما قُلت له: "بس أنا ممنوع من السفر لمّا باروح." قال لي: "أنا ما أعرفش الحاجات دي، على الورق قدّامي أنت ملفك أبيض يعني. فلو عندك مشكلة مع الأمن الوطني أنا مش هاقدر أساعدك، لو في عندك مشكلة مع الأمن الوطني ما أقدرش أساعدك." فرُحت الأمن الوطني نفسه، رفضوا يقابلوني. قعدت أروح لهم أيام ورا بعضها، رفضوا يقابلوني، قالوا لي: "ما تجيش بقى تاني." عشان خاطر إيه؟ ف طَب أروح فين؟ ما رُحت للمنظمات الحقوقية، رفعوا قضية وخسرتها. رفعوا قضية في مجلس الدولة ضد رئيس مصلحة الجوازات بصفتي، وضد وزير الداخلية بصفته، وخسرت القضية يعني. والحكم طلع من المحكمة حكم سخيف جدًا. يعني الحكم اللي طلع مضحك يعني. آمم، يعني ممكن أقرأ لك الحكم يعني. مهم. حكم غريب جدًا. واتنشر ساعتها في الجرايد. الغريب إنهم ما كانوش بينشروا أي حاجة عن القضايا اللي أنا باتعرّض ليها، أو الإضراب بتاع عن الطعام والحاجات دي. اللي كانوا بينشروا بس الحاجات اللي هي ضدّي وبس. نعم. جورنال اليوم التاسع نشر
خبر يقول لك ممكن ابعت لك اللينك بتاعه نعم. تعرضه لو حبيت مهم. على الواتساب اهو. بعته حضرتك على الواتساب. يقول لك القضاء الإداري يؤيد منع أحمد حرقان من السفر بسبب ترويجه أفكارا دينية هدامة. النص بتاع أفكارا دينية هدامة. أفكارا دينية هدامة، إيه ده؟ يعني إيه ده؟ الحكم شمل رفض وقف التنفيذ والاستمرار في منع من السفر وتأكيد قانونية منعه من السفر ومغادرة البلاد، ذلك أن الدولة مطالبة بالتثبت من التزام رعاياها بالقيم الخلقية وإدراكهم المسؤولية الوطنية والنهي عن كل ما يسيء إلى الوطن. إيه الكلام ده؟ إيه ده؟ ولذلك يحق لها اتخاذ التدابير اللازمة ومنها منع رعاياها الذين يرتكبون جرائم تنم على الانحراف في الطبع وعوجاج السلوك في السفر خارج البلد. إيه الكلام ده؟ ده كلام قاضي محترم ده؟ ده تهريج يعني. ده تهريج، ده التهريج نفسه يتكسف من الكلام ده. أكيد. يقول لك حتى لا يكون مصدر ازدراء للدولة والنيل من سمعتها في الخارج، وأن قرار المنع من السفر استدعته حالة تتعلق بأمن المجتمع ومصالح الدولة العليا. طبعا ده كلام فاضي يعني، ده كلام فاضي. ففي خطة من زمان عند السيسي ان هو يحط حد لنشاط الملحدين ويحط حد للالحاد يعني النهائي في البلد. طبعا هو ده فكرة سخيفة جدا وتدل على عقل صغير، يعني عقل صغير. طبعا هم الناس دي اللي المتحكمين في البلاد بتاعتنا ما هماش عباقرة يعني ولا أذكياء ولا مثقفين ولا متعلمين، ما هماش مثقفين، ما هماش مثقفين، لكن هم بالغريزة بيعرف ايه التهديد الوجودي بالنسبه له بيجي منين بالغريزه، فبيهاجمه. فهو عارف ان الفكر الحر او ان المواطن مفكر او مواطن بيشغل دماغه ده تهديد عارف كده بالغريزه، مش ان هو عبقري زمانه ولا ان هو عنده تخطيط استراتيجي ولا الكلام من ده. لا، هو بالغريزه عارف ان الانسان ده الفاهم المثقف الحر اللي هو خارج عن طوعه، يعني زي ما احنا في مصر بنقول خارج عن طوعه، انسان ما يقدرش يتحكم فيه، فبالنسبه له ده مصدر خطر. لا، انا الناس دي العيال دي ممكن تعمل لي مشكله، عاملين لي مغص، انا هتخلص من الموضوع ده كله. فهو فاكر ان هو يقدر يوقف الالحاد لانه اصلا حتى مش فاهم اسئلتنا اللي احنا بنسالها، مش فاهم الطرح. هو مش فاهمه، هو مش مهتم، هو مخه مش كفاءه ان هو يفهم الطرح بتاعنا، بس هو فاهم بالغريزه كديكتاتور متسلط يعني ان احنا خطر عليه، فلازم يحط لنا حد ولو مش فاهم احنا بنقول ايه، ولو هو مش فاهم احنا بنقول ايه. فهو بيحاول يمنعنا من السفر علشان هو مش عارف بالظبط يتعامل معانا ازاي. هو منعنا من السفر عشان خاطر لما ياخد قرار هيتعامل معانا ازاي يلاقينا موجودين في مصر مش بره مصر. هو مش عارف ياخد ليه القرار لان هو مش عايز يتحط على في القائمه السوداء على ك زي ايران وغيرها، كواحد بيتعامل مع الدين بهذه الطريقه، يعني يعمل قمع للاقليات بشكل واضح. فهو مش عاوز يتحط في الخانه دي، في نفس الوقت مش عاوز يتخلى عن التحكم فينا واضطهادنا كلادينيين. فيعمل ايه بقى؟ يعمل ايه؟ قال لك نحطهم، عمال ما نعرف هنتصرف معاهم ازاي، نحطهم على قوانين منع من السفر. ليه قرر بقى بدل المنع من السفر لا يعتقل الناس دي كلها فجأة؟ هو لقى الوضع في العالم وائم، يعني ترامب حضرته مثلا اللي هو عطى الضوء الاخضر لكل ابن كذا في العالم ان هو ياخد راحته بقى. قال لك ده البيت الابيض نفسه على راسه واحد بالعقليه دي، ما هو ترامب عقليته سلطويه، فقال لك ده فاشيه سلطه نيو فاشيه، ترامب نيو فاشيه. بالظبط. فقال لك احنا، قال لك ده يا حلاوه، ده ما فيش احسن من الوقت ده احنا لو دلوقتي خدنا الشباب دول ما يعني احنا ترامب عمال يحسس على السيسي ويقول له انت ديكتاتور المفضل ويا حبيبي ومش عارف ايه، والنظام واوروبا نفسها بتفكر في حاجات تانية. اوروبا عندها هواجس زي الهجرة وغيرها، مش من ضمنها في الوقت الحالي حرية التعبير
فقال لك دي فرصه، ما هعمل اللي هعمله، ما حدش هيدور، يعني الشباب دول ما حدش هيدور وراهم يعني، ولا قائمه سوداء ولا بتاع، احنا معانا ترامب يا باشا كده يعني. انا اعتقد هو ده اللي شجعهم في الاخر ان هم يعملوا كده يعني. بس انا عندي تصور اخر همنا الوضع، يعني مقبلين على انتخابات، وفي انتخابات راح تصير، وانا طبعا طرحت هالموضوع هذا حتى مع صديقي استاذ احمد سعد زايد لما كان موجود عندنا بالسويد واستضافني بقناته. قلت انه نوعا ما يعني طرد الاخوان من السلطه، او منعهم من التواجد في السلطه السياسيه، او يكون عندهم موضع قدم، مبني على اساس تواطؤ او تماهي مع طرف اخر من الاسلاميين، اللي هم السلفيين الغير جهاديين، السلفيين اللي تابعين للسلطه وتابعين للدوله، واللي اساسا حتى يجرمون الخروج ضد الحاكم بحجه انه مفسده اكثر ومنها فائده وهيك هالكلام. فاتصور انه في الوضع الحالي في مصر، يعني هذه التصرفات اللي يتصرفها النظام السيسي اساسه هو نوع من الاتفاق الضمني مع الاسلامويين. لا انا ما عندك اختلف انا اوكي اختلف. اوكي لا هقول لحضرتك النظام في مصر حساس جدا من اي حد مستقل. اي حد مستقل بالنسبه له يعمل له مشاكل مغص، بما فيهم السلفيين، سواء كانوا مداخله او غيرهم، مداخله اللي هم الجاميه اللي هم بتوع ولاة الامر والحاجات دي. هو بالنسبه له الكلام ده كله، هو في عند الامن الوطني استراتيجيه في التعامل مع الجماعات الاسلاميه. الاستراتيجيه دي بتقول لو انا اقدر استبدل السلفي العادي بالسلفي الجامي هستبدله بالسلفي الجامي. يعني لو مثلا اتنين بيتخانقوا مع بعض، سلفيين على جامع ولا زاويه ولا اي منصه، واحد منهم سلفي جامي مدخلي وواحد سلفي عادي، فانا مع السلفي العادي استبدل ده بده. بس هم بالنسبه له كلهم مصدر قلق، لا هم تبع المؤسسه الدينيه، لا هم تبع الازهر، لا هم تبع الاوقاف. تبع مين انتوا يعني؟ انا اسيطر عليكم ازاي يعني؟ ما توجعليش دماغي انتوا ليه اصلا، انتوا طالعين لي ليه يعني؟ وبعدين هو ما يحبش التيارات الاسلاميه، لان التيارات الاسلاميه منفلتين، كلهم منفلتين. يعني من السهل جدا ان هم ينشقوا على قياداتهم ويعملوا فصائل لوحدهم، وتطلع له جماعه فجاه كده لوحدها، من جماعه اصلا ما كانتش بتمارس العنف، بس فيها مجموعه من الشبان قرروا يمارسوا العنف كده يعني مع نفسهم، عشان هم ملتزمين بالايات وبيلاقوا القران فيه ايات جهاد وكلام من ده. فهو بالنسبه له الاسلاميين وجع دماغ، فهو مش وهو بالنسبه له احسن حاجه ان هو يقمعهم ويسيطر عليهم ويذلهم، وياخدهم ويلطعهم في الامن الوطني ويرميهم في السجون والحاجات دي، ومحدش يقدر يعمل له حاجه، ويتعاملوا معاهم بمنتهى الاذلال يعني والترويض. انت يعني لما بيجي يكلم ضابط الامن الوطني مع شيخ، ما بيقولهوش يعني حضرتك ولا بتاع، ممكن يقول له يالا ومش عارف ايه، وانت مش انا عايزك تفوق لي كده علشان خاطر انت ما تفتكرش نفسك مش عارف ايه وبتاع وكلام من ده. فهم بيعاملوهم بفوقيه جامده يعني. الازهر بالنسبه للسيسي لو مجرد اداه، لا، فالاداه دي لازم يكون متمكن منها. لكن يجي واحد من الازهر يقول له انا ليا شخصيه، انا عايز اقول رايي كلام من ده، لا، حتى شيخ الازهر نفسه السيسي منزعج ان هو شيخ الازهر، فاهم ان هو ليه الاحترام ده؟ انت المفروض ان انت شيخ الازهر، بس انت موظف عندي في النهايه يعني. لا، هم مش بيتملقوا الاسلاميين، هم بيستغلوا الاسلاميين. لما يجوا يوظفوا الاسلام، لما تيجي فرصه لتوظيف الاسلاميين في اي حاجه بيوظفوهم. زي ايه مثلا؟ يعني يقول لك اصل سبب الانحدار الاقتصادي مثلا، او سبب تردي الاسلاميين. اقول لك سبب الالحاد الاسلاميين، هم الملحدين رد فعل للاسلاميين. هم حاولوا يدخلوني اللعبه دي يعني، هم حاولوا شخصيات مهمه في الدوله حاولت ان هي تقول لي طب ايه رايك ترجع للدين، وتقول ان انا هرجع لنسخه معتدله من الدين، والاسلاميين كانوا السبب في ان انا ابقى على نسخه متطرفه، في النسخه المتطرفه دي يعني. حاولوا يعملوا كده شخصيات مقربه جدا منهم وزير الاوقاف الحالي المصري، يعني هو
صديق اهم. ليّا أساسًا أسامة الأزهري، واتكلم معايا بصراحة في الحكاية دي. و حتى الاضطهاد اللي النظام بيعمله ضد اللادينيين مش فكرة الأزهر، يعني لو أنا كلمت أسامة الأزهري لمّا أنا كنت ممنوع من السفر، نعم. هو نفسه حاول يساعدني، ما عرفش يساعدني، هو راجل دين، وكان ساعتها اهم. مستشار رئيس الجمهورية قبل ما يبقى رئيس أوقاف أو وزير أوقاف، هو كان ساعتها مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وعلاقته بالسيسي كويسة يعني، فهو نفسه حاول بكل جهد إن هو يساعدني أسافر، لأن هو نفسه مش مقتنع إن أنا المفروض إن أنا أضطهد، يعني هو المذهب بتاعه أو الفكر بتاعه أسامة الأزهري إن اللاديني باحث عن الحق، يعني اللاديني من اهم. وجهة نظره حسب طريقته، حسب تفكيره في فكره هو نعم. عنده عارض من عوارض الأهلية بلغة الفقه الإسلامي اسمه عارض البحث عن الحق، أها. أوكي. ف فما ينفعش إن أنا أتعامل معاه أو أعاقبه على لا دينيته، كان بيقول لي: "يا أحمد أنتم بتفكّروني بالصحابة، علشان أها. هم قرروا إن هم يسبحوا عكس التيار برضه يعني." اهم. فهو الراجل ده فكره، فالنظام نفسه مش ما عندهوش الفكر ده، لأن النظام ما عندوش فكر أصلًا، النظام عنده مصالح بيحاول يحافظ عليها، نعم. بيشم ريحة أي تهديد من بعيد وبيقمعها لأنه عنده الأدوات وعنده السُلطة وعنده حاسس إن هو عنده الحق كمان إن هو يعمل كده، فبيقمع ففي شاب بيتكلم بحرية، لأ أنا أقمعه بغض النظر عن هو بيقول إيه، مش عايز أعرف هو بيقول إيه. ال الأزهر يمكن بعض رجال الدين في الأزهر عندهم فكر أحسن من النظام ده، أو لو هم اتسابوا هم يتعاملوا معانا كملحدين، يمكن بعض السلفيين يقدروا يعملوا معانا حوار والنظام ما يقدرش يعمل معانا حوار، لأن اهم. النظام مش مؤمن بالحوار بالكل، مش مؤمن بيه بالمرّة. اهم. 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 نعم. لا أنا طبعًا ممكن إنه بعيد عن مصر وما أفهم سياسات النظام المصري بصورة، لكن عمومًا يعني ممكن ال الت ال م مهادنة الفكر الإسلامي والفكر السلفي ممكن يكون سبيل من السبل لإعادة إنتاج النظام نفسه، يعني النظام مثل نظام السيسي على أي عكازات راح يعتكز يعني، على أي عكازات ممكن يوقّف نفسه يعني، كل الوعود اللي وعد بيه السيسي طلعت فاشوش يعني من بلغة المصري، ما طلع ولا منه ولا شيء. على الخوف، ال هو بيستخدم التلاعب بالخوف، بيستخدم على الخوف على وعلى التجهيل أيضًا، تخويف على الناس، التجهيل أيضًا، لكن عنده الخوف مؤسسات تعرف عنده أنت. مؤسسات هو نعم. عنده مؤسسات بتخوّف الناس، إمم. والإسلاميين سلفيين وغير سلفيين، هو مفوّض جهاز الأمن الوطني، نعم. أمن الدولة سابقًا، كان اسمه أمن الدولة سابقًا، في التعامل مع الناس دي بمنطق الإخضاع، بمنطق السيطرة، إن هو يكون عارف كل حاجة عنهم، عن كل واحد فيهم، عارف نشاطاتهم نعم. محجّمهم تمامًا. إمم. آآ و وبالنسبة بالنسبة للدين، نعم. الدين أداة ما يقدرش يستغنى عنها، الدين أداة ما يقدرش يستغنى عنها، يعني ما يقدرش يستغنى عن دروشة الشعب، يعني الناس بالنسبة له لو تخلّوا عن الدين خرجوا عن السيطرة تمامًا، فهو نعم. بالنسبة له هو عاوز يعمل نسخة من الدين تلائمه بس مش أكتر ولا أقل، نسخة ملائمة من اهم. الدين، النسخة دي ما تصطدمش بيه، ما تعتبرهوش حاكم بغير ما أنزل الله يالّا نخرج عليه، نعم. وما تعتبرهوش ضد الدين، لأ، تعتبر نسخة مسكّنة من الدين، نسخة حلوة تخدمه، اهم. دروشة، نسخة تقول للناس لمّا نفتقر ده كويس عشان هنبقى في عين ربنا أجمل، عشان نعم. الجنة نعم. بيدخلها الفقراء، أول ناس هيدخلوها هم الفقراء، إنما الأغنياء هيدخلوا متأخّر شوية، فأنت لمّا تكون فقير دي ميزة، اهم. اهم. هو عارف إن السيستم بتاعه ونظامه هو هيفقر ناس كتير، وبيخدم بس الطبقة الغنية، هو عارف كده كويس، فهو النسخة اللي هو عايزها من الدين هي النسخة اللي تخدم يعني النظام بتاعه المشوّه ده، النظام المشوّه ده، نظام قائم على
من الآخر يعني أخي شمال على نهب البلد، يعني على نهب البلد هو معلوم. لا، كل هذا شيء واضح عن اللي يصير بمصر. هذا كلام صحيح. وطبعا هو معه طبقة، يعني هو النهب ما يجي من النظام السياسي، النهب يجي من النظام الاقتصادي اللي موجود بالبلد. ولكن أنا قصدي إنه الاعتكاز على القوة أو على العنف وحده ما يكفي يعني التحكم بالشعب، وما يكفي تسيير الشعب مثل ما تريد السلطات. ف على مر التاريخ كان العنف مرافق له يعني ايديولوجيه لتجهيل وجعل الناس يقبلون العبوديه، ويقبلون الفقر، ويقبلون المهانه، ويقبلون الاوضاع المزريه في حياتهم، بأنه في تعويض بالآخرة وفي تعويض بالحياة الأخرى. هالخرافات هاي والدين بهذا المعنى شيء يعني من الأساسيات الحكومات والدول الوطنية. مثل دولنا بالمنطقة. يعني دول وطنية غير وطنية، المهم أنه يعني تقريبا أنا ما أشوف ما في أي بلد من البلدان، حتى مثلا لما يحكون عن شاه إيران بوقته وبزمانه، ما أعرف كان علماني وكان يريد مثلا فصل الدين عن الدولة، يعني العكس كان تماما صحيح. يعني هو كان يعني يحاول بكل السبل أنه يعني يأخذ المشروعية والشرعية حتى من السلطات الدينية ومن المشايخ ومن المراجع اللي في القم وغير قم وهاي. فهاي يعني ما في سلطة بالمنطقة هاي. حتى مثلا كان في فترة قصيرة بتركيا أتاتورك كان ممكن أنه يعتبر شخص يريد يفصل الدين عن الدولة، ولكن الوضع رجع بعد مثلا موت أتاتورك لنفس الحالة اللي بنشوفها هسه في تركيا. فكل البلدان اللي بمنطقتنا مستفيدة من الدين بهالاتجاه هذا، وهذا نفسه اللي يسوي مصر، اللي بيعملوا النظام المصري في الوقت الحالي. ننتقل إلى موضوع آخر أحمد. طبعا كان في سؤال موجود هنا بالشات أريدك تحكي عنه، وبعدين أريد كمان نحكي شوية عن شريف جابر وماجد زكريا، يعني كشخصيات، شنو المواضيع اللي كانوا هم يتناولوها، وشنو القضايا اللي كانوا يتناولوها. بس في سؤال هنا يقول: أحمد حرقان، كيف نجوت من المعاناة التي تواجه شريف جابر؟ إزاي عرفت تسافر؟ طبعا انت ذكرت يعني نبذه عنه، بس انا من زمان كان بودي استضيفك وتحكي للمستمعين ومتابعين قناتي حول تجربتك اللي كنا نتابعه. يعني هاي التجربه كنا نتابعه، خصوصا اليساريين اللي في العراق كانوا يتابعون تجربتك وقضيتك ومتعاطفين جدا معك، بس ما صار في فرصه انه تحكي عن هاي المعاناه اللي شفتها. سمعتها، حكيتها في أماكن أخرى، بس يا ريت إذا طبعا المعاناة طويلة وشاقة وأوضاع كلش يعني استثنائية مريت بها أنت، ولكن حبذا لو ذكرت نبذة عن تجربتك. تفضل. تجربتي كانت نفس تجربة شريف جابر. نعم. ممنوع من السفر ومش عارف يعني أسافر بقى. بس أنا كان عندي سبب قوي لأن أنا لازم أسافر، يعني إن أنا عايز أتجوز. يعني نعم. عندي حبيبة ما تقدرش تعيش في مصر نهائيا، وهي من تونس، وأنا محتاج أسافر معاها. كانت كلمة الضابط بتاع الأمن الوطني ليا هي القشة التي قسمت ظهر البعير في المطار. قال لي ما قدامكش حل غير إن أنت تجيبها هنا. مش أنا بالنسبة لي قلت لأ، مش الدرجة دي، يعني مش يعني تعالَ اتجوز بدالي، يعني من الآخر، ها تعالَ أنت اتجوز يعني أنت عمّال تاخد لي في قرارات مصيرية بهذه الوقاحة ليه؟ يعني أنت مين يعني؟ هو أنا دلوقتي منقوص الوطنية مثلًا، والّا أنا عبد مثلًا، والّا أنا من ممتلكات الريس مثلًا، والّا فأنا رُحت كتبت منشور على الفيسبوك عندي: أنت تقدر تمنعني من السفر، لكن ما تقدرش تجبرني أعيش تحت رحمتك.
كتبت المنشور ده مهم. مهم. واعلنت الاضراب عن الطعام. انا بقى ما كنتش اعرف ان هم عايزين نموت اصلا، وان الاضراب عن الطعام بالنسبه لهم ده فرصه يعني. نعم. لما يعني تعبت كان تفكيرك انه انت مواجهه مثلا السلطه في بريطانيا او مثلا السلطه لا بس في تفكيري ان في هم اوروبا. مش فاهم هم ليه ممكن يبقى عندهم مشكله معايا، لان انا اصلا عمري ما انتقدتهم. مش فاهم. نعم. انا فاهم ان هم علمانيين وضد الاسلاميين، مم. ومش فاهم ان ممكن يكون ليه ممكن يكون الناس دي عندها مشكله معايا. وانا كان عندي اصدقاء من يعني بينتموا الى هذا النظام، زي الحبيب علي الجفري وزي اسامه الازهري، وعمرهم ما قالوا لي ان عندك مشكله مع النظام. الجفري قال لي في مره ان السيسي بيعتبر ان كلامكم تهديد للسلم العام. ما فهمتش قوي يعني ايه تهديد للسلم العام ساعتها يعني. هي الفكره مش تهديد للسلم العام، هي الفكره ان هو بيعرف افكاركم تهديد للنظام من الاخر يعني. لان الناس لو فكرت زي ما قلت لك من الاخر، هو هيبقى في الشارع او هيبقى في السجن او هيبقى في 60 داهيه يعني. لكن هو عارف كويس قوي ان الشعب ان وجوده مرهون بانتخه العقل بتاع الوعي الجمعي واللاوعي بتاع الناس يكون قاعدين بس هم بيفكروا في ازاي ناكل عيالنا بكره وازاي نعيش يعني من الاخر يعني. فانا لا لما ضربت عن الطعام كنت بعاني على الفاضي، وكل اللي كانوا بيحبوني كانوا بيعانوا معايا على الفاضي. لان لما تعبت قوي ورحت المستشفى، جه الامن الوطني من داخل المستشفى اعتقلني من داخل المستشفى ورماني في الحجز في ظروف صعبه جدا، وحجز سيء جدا ما فيهوش مكان اللي تحط رجلك فيه، يعني عايز تقف على رجل واحده بس عشان سردين، الناس محطوطه زي السردين وكلهم جنائيين وحاجه صعبه جدا. انا اغمى عليا وجابوا لي الاسعاف داخل الحجز يعني مش قادر اتحمل يعني. فالنيابه افرجت عني علشان خاطر هم مش عايزين اموت عندهم يعني، عايزين اموت في البيت. فكملت اضراب. فانا اثناء ما كنت مضرب عن الطعام عملت رحله لجنوب مصر، علشان كنت بخطط لان انا اتسلل الحدود من الجنوب، الحدود المصريه من الجنوب. وبعدين رجعت من الرحله دي، ما كنتش معرف حد بيها. وبعدين رجعت من الرحله دي اعلنت ان انا علقت اضرابي عن الطعام لحد ما يتم اعتقالي واكمل اضراب عندهم. الكلام ده عشان هم ما يفكروش يعتقلوني يعني. اوكي. وبعدين قعدت بقى ماشي في طريق القضاء والحاجات دي عشان اخد حقي في السفر وكلام من ده. بس هم ما كانوش عارفين ان انا بخطط بقى لان انا اتسلل يعني امشي من البلد على رجلي يعني حرفيا. وفعلا مشيت من البلد ده على رجلي يعني. في يوم بعد ما استعدت اللياقه بتاعتي بعد تعليل الاضراب بمده، عملت آه، تظاهرت بان انا رجعت الاسلام عشان خاطر لو قابلتني عصابات اسلاميه ولا حاجه في الطريق وكلام من ده يعرفوا ان انا رجعت الاسلام، ما حدش يقتلني يعني. انا كنت هعدي يعني انتشر بوقتها انه احمد حرقان رجع للاسلام عملت وتاب عملت فيديو وعملت فيديوهات تعليم قرآن. سبت مادة على الإنترنت بحيث أستخدمها لو وقعت في إيد حد عارف مين الشخص ده وحب يقتلني، أقول له لا أنت هتقتل أخوك في الإسلام، لأن أنا رجعت في الإسلام وهم أصلا بيضطهدوني في مصر عشان رجعت للإسلام. كان دي الفكرة اللي يعني أنا انت بدل ما تسوي لك كيس عند الامم المتحده، سويت لك كيس عند الاسلاميين. اذا بالضبط عملت ده. استخدمت كمان عبد الله رشدي واسمه وليد إسماعيل علشان نعم. خاطر هم كانوا هيطيروا بالخبر ده والترند والحاجات ديّة، فساعدوني في انتشار الفكرة دي، إن أنا رجعت الإسلام وقعدوا يقولوا ربنا معاك وينصرك عليهم، على أساس إن هم التانيين بقى إيه، ما أنا رجعت الإسلام والأمن مش عايزني أسافر. هو وأنا مكمّل. أنا مك مك ما مش بالسذاجة اللي افتكر يعني اللي تخلّيني أفكّر إن أنا مجرّد ما أرجع الإسلام الأمن الوطني هيصدّق فيقول لي سافر. بس هو طبعا. الناس كانت فاكرة إن أنا باعمل كده عشان كده، بس أنا كنت باعمل كده عشان الرحلة نفسها، لأن كنت أنا خايف جدًا أتمسك في الطريق، فيتعرف إن ده أحمد حرقان فيصفّوني في أي حتة يعني. أنا هاعدّي في حتت ما خارجة عن سيطرة السلطة بما إني متسلل يعني. ومشيت مشيت مسافات عمري ما تخيلت إن أنا هاقدر أمشي في حياتي في الصحرا المسافات دي كلها. مشيت مسافات كبيرة جدًا يعني، مسافات رهيبة في الصحرا.
مشيت من حلفا مشيت مثلًا من أبو سمبل لحلفا في الصحرا، مدينة مصرية في أقصى الجنوب لمدينة سودانية في الشمال، مسافة كبيرة يعني، في الرمل اهم. وفي تعبت جامد جدًا في يمكن الرحلة دي. يمكن يمكن متابعينا ما يعرفون عن المسافة يعني، بس يعني أنا تقديرًا بالكيلومترات أنا مشيت من 74 كيلو متر متواصل اهم، اهم، بالليل، وماشي بأسرع ما يمكن عشان خاطر أنا عايز أوصل قبل ما يطلع عليَّ الضوء، ففضلت أمشي طول الليل بلا انقطاع نعم، عشان أوصل من غير ما أتشاف، عشان ما عايز أوصل أكون في وسط ناس بالنهار أستخبى في وسطيهم، أبقى واحد من الناس. لمّا وصلت نعم، حلفا كنت مُنهك جدًا لدرجة إن أنا يعني بازحف مش بامشي، بازحف من التعب والعطش. اهم، وأمّا وصلت حلفا اشتريت لبس سوداني وعملت ولبست طاقية سودانية إمم، و اتحركت في السودان داخل السودان، رُحت الخرطوم، وبعدين بعد مدة رُحت دارفور، رُحت كردفان وبعدين دارفور، بِتْ ليلة في الفاشر، وبعدين طلعت من الفاشر للشمال على حتّة اسمها التينة، التينة السودانية والتينة التشادية، عشان دي عبارة عن مدينة متقسّمة بين السودان وتشاد عشان أعدّي منها، وعدّيت الحدود لتشاد، وعملت رحلة صعبة جدًا في تشاد من الأقصى الشرق لحد أقصى الشمال الغربي في تشاد، الحدود مع النيجر وليبيا، المثلث ده. اهم، اهم، بعدين اضطريت أدخل ليبيا، لإن يعني اتعرّضت لإن الفلوس بتاعتي اتاخدت، يعني لإن في عصابات وفي حرامية كتير وحاجات زي كده، يعني مكان خارج في عصابات تستعبد الناس، يعني في ناس وضع بهالطريقة هذا ممكن يعني زي مثل أيام الصحابة لمّا الواحد بالطريق يلقوه يعني ممكن يسيطرون عليه، يقتلوا. يروحون لأ يبيعوه بالعادي بليبيا. في تشاد كمان أنا عدّيت على ما شُفت مثلًا سيارة في الصحرا من ال إمم، م م مسروق منها كل حاجة قاتلين الناس اللي كانوا فيها، يعني العصابات قاتلين الناس اللي كانوا فيها، مموتينهم. و اضطريت أدخل ليبيا، وفي ليبيا لولا إن أنا كنت عملت فكرة الإسلام دي، التظاهر بالإسلام، كان زماني مُت، يعني إمم، لإنهم مسكوني وقالوا لي: "أنت" يعني أهو عرفوني: "أنت أحمد حرقان." أها، و يعني و عرفوك بالاسم وبالهوية أوه! عرفوني، ما قالوليش إن هم عرفوني، قال لك: "إحنا هنستنى لحد ما نشوف هيصلّي الفجر والّا لأ، لو صلّى الفجر يبقى أها، تاب فعلًا، ما صلّاش الفجر يبقى بيضحك علينا." وصحيت أنا ما صلّيتش الفجر ولا حاجة، ما أعرفش لأ إن هم عرفوني، أها، أوكي، ما أعرفش إن هم عرفوني. هو كنت مُنهك جدًا، هدومي دي كانت كلّها طين من الرحلة في الصحرا في تشاد، وما كلتش مثلًا حاجة من 10 أيام، مثلًا باكل من الشجر، من العلوب والنبق والحاجات دي، ما عنديش فلوس، ما هو ده اللي دخّلني ليبيا أساسًا، أنا كنت ناوي أروح من النيجر والجزاير، ما كنتش كل اللفة دي عاملها عشان ما ادخلش ليبيا، ليبيا خطيرة جدًا كانت. نعم، ف ال الناس دي استنِّت لحد الفجر، خلّوا واحد منهم يراقبني لحد الفجر يعني، إمم، وأنا طبعًا باختصر يعني. نعم، نعم، لمّا ما صليتش الفجر بقى، أنت ما صليتش الفجر، وبعدين إحنا عرفنا إن أنت أحمد حرقان وممنوع من السفر والكلام من دوّة، والقصة اللي أنت قُلتها لنا دي كلّها كنت باحكي قصة fake يعني، عن إن أنا إمم، أهلي في تونس والكورونا، وعشان الكورونا مش عارف أروح لهم، والمنع من السفر جاي عشان الكورونا وبتاع. يقول لي: "لأ أنت أحمد حرقان، إحنا عرفنا دوّة، وأنت ما صليتش الفجر، لو أنت فعلًا رجعت للإسلام إحنا شُفنا الفيديوهات بتاعتك، ليه ما إمم، صليتش الفجر؟" فقُلت له: "مش معقول أكون ما صليتش الفجر، إزاي ما صليتش الفجر؟" قال لي: "لأ أنا في حد بيراقبك فلان اهم، الفلاني وما بيصلّيش الفجر." قُلت له: "لأ، لأ، أكيد أنا صلّيت الفجر، يا إمّا نسيت من كتر التعب أصلّي الفجر، دي حاجة صعبة جدًا، معقول أنا نسيت؟" عملت فيها إن أنا نسيت يعني. طريف عملت لهم برضه إيه، أربكتهم يعني، قُلت لهم: "لا يا أخي، هو أنت أنا هاكذب ليه؟ أنا إيه اللي هيخلّيني أكذب يعني؟ أنا أصلًا ما باكذبش يعني." إمم، وأنا أصلًا اللي يعرفني يعرف إن أنا ما باكذبش، يعني إمم، لو كنت هاكذب ما كنتش أعلنت إن أنا سِبت الإسلام أصلًا، كنت كمّلت في الدروشة والمشيخة والحاجات دي يعني. نعم، نعم، فقالوا لي: "إحنا هنسيبك وفوّض أمرنا فيك لله، يعني هنسيبك."
وعلى كل حال أنت من الصعب إن أنت تخرج من ليبيا حي يعني، أنت هتخرج من إيدينا أنت حي، لكن من صعب إن تخرج من ليبيا مكان خطر جدًا، جدًا يعني، أنا شُفت فيها حاجات في الرحلة دي من الصعب جدًا تصوّر إن هي كانت بتحصل في هذا العالم يعني، حاجة إمم. بشعة جدًا، جدًا. المهم إن أنا يعني بس ما تنسى قصتك أحمد، أنا بالاحظ إنه التونسية بنفس الطريقة برضه، ماشية على رجلي في الظلام برضه. نعم، نعم. إمم. نعم، قُلت بس ما تنسى قصتك، بس أنا الملاحظ بالنسبة إلي إنه هذا الإسلام أو الإسلاموية وين ما تحط رجلها بتدمّر المجتمع تدمير، إمم. يعني الإسلاموية والمجتمع المعاصر شيئان don't mix مثل ما قال بوقتها. إمم. يعني ما في أي ارتباط، يعني وين ما بيحطّوا رجولهم بيخرّب يعني بيخرّبوا، يعني من إيران إلى يمن، إلى أفغانستان، إلى ليبيا، السودان، إلى ليبيا، يا إلى ليبيا. إمم. أي بلد، سوريا، العراق، يعني وين ما حطّوا رجلهم يعني وتترافق مع وجودهم يعني حتى ب بأضيق المعاني يعني كل اللا أخلاقيات وكل ال ال الشغلات المنافية للأخلاق والمنافية حتى بأضيق تعريفات، حتى بتعريفاتهم للأخلاق، راح تشوفهم يعني يعني في نفس الوقت اللي هم متواجدين تتواجد هالأمور هاي، يعني بمجيئهم أو يمكن واحد يسبق الآخر ما أعرف ياهو بيهم، ممكن المجتمع يفقد القيم الأخلاقية وتقبل الإسلاميين يكمّلوا، أو ممكن إنه يقبلون الإسلاميين تحدث الانهيار الأخلاقي، بس هذا تشوفه يعني شيء غريب إنه هاي الحركة يعني حركة بكل العالم مثلًا بس ممكن عصابات المخدرات بأمريكا اللاتينية تتشابه معاهم، ما في حركة بالعالم حركة بتسمي نفسها حركة سياسية ممكن تتصرف مثل ما يتصرفوا. بهذه الطريقة بس صحيح. هيك وهذا ليبيا يعني ليبيا مثال. يعني أحسن مثال لهالشي هذا، أحسن إمم. مثال الخراب الأخلاقي هاي اللي نشوفها من يعني الإسلامي. نعم، كمّل العفو. كانت رحلة ممكن أبقى أتكلم عنها بالتفصيل، وعندي يعني تفاصيل كتير، بس كانت اهم، رحلة دليل على إن يعني برضه إن الحرية غالية يعني، الحرية غالية. يعني أنا كنت عارف إن أنا ممكن أموت في الرحلة دي، كنت اهم، خايف من الحيوانات المفترسة، خايف من اللصوص، قطاع الطرق، الجوع، العطش، وكل الحاجات دي جرّبتها، جرّبت اتسرقت والعطش عطشت لحد ما شفتي اتشققت، لحد ما لساني كان بيلزق في سقف بُقّي من العطش في الصحرا يعني. اهم، اهم، شُفت كل أنواع الخطر، بس ما كانش عندي أدنى ذرة ندم إن أنا خُضت الرحلة دي، بالعكس كنت سعيد وفخور جدًا وباقول لو مُت حريتي تستاهل يعني. الحرية تستاهل فعلًا، ويمكن أكتر حاجة تستاهل التضحية هي الحرية. الإنسان لو ضحى علشان الحرية بأي حاجة بما في ذلك حياته، فالحرية تستاهل، لأن الحياة ما لهاش معنى لمّا نكون عبيد فالكلمة اللي كتبتها عندي على الصفحة على الفيسبوك أنا فخور بيها لحد النهارده. أنت تقدر اهم، تمنعني من السفر، لكن ما تقدرش تجبرني أعيش تحت رحمتك يعني. اهم، اهم، يقدر ياخد قرار إن هو يمنعني من السفر، بس أنا في النهاية لو اخترت إن أنا يا إما أتحرّر يا إما أموت، أنت مش آه، هيبقى ليك عندك عليّا سيطرة يعني. والغريب إن يعني إن أنا اتعدّيت كل العقبات دي، ما أعرفش إزاي صراحة، اهم، ونجو نج ن ن ن نجوت. أنا لمّا وصلت تونس بالليل، أنا متسلّل من ليبيا في الضلمة في الصحرا برضه، لمّا وصلت لمدينة الذهيبة التونسية على الحدود الليبية، نعم، كان الناس نايمة والدنيا كانت برد، وأنا كنت سقعان جدًا، الناس نايمة، المدينة نايمة، هي زي ريف كده. نعم، وأنا واقف في أطلال المدينة دي عند أول مبنى كده، وقاعد على كومة كده، كومة زي تبة كده فيها كومة تراب، بارتاح ومش مصدق إن أنا في تونس، مش مصدق، مش مصدق إن أنا وصلت. بابُص ورايا المشوار طويل، المشوار طويل. إمم، آآ كنت فرحان فرح مُنهك وتعبان وبردان، والمفروض أفضل مستني في المكان ده لحد الفجر عشان خاطر ألاقي حد آخد منه التليفون، أتصل بمراتي
اقول لها ان انا وصلت تونس، ما حدش عارف انا فين، ولا اهلي في مصر عارفين انا فين، ولا اطمن العالم مستني، بس قاعد الوقت عدى بسرعه لانه عدى وانا فرحان، يعني عدى وانا عمال اقول ايه ده، انا في تونس يا ولاد، انا وصلت، مش مصدق. اه الحريه تستاهل، الحريه تستاهل، يعني الحريه تستاهل. إمم. أوكي، تجربة يعني بكل المعاني تجربة مهمة وعظيمة من الإصرار ومن المثابرة ومن عدم اليأس وعدم القنوط وعدم الاستسلام. يعني كيف لمّا ما جيت كان ممكن شمال أوروبا. أحمد ممكن أختلف معك بشغلات كتيرة، إمم. بتصوراتك، بأفكارك بهاي، بس إمم. ما زلت بالنسبة إلي أيقونة من الأيقونات المثابرة والنضال إمم. والصمود. على كل حال أنا سعيد جدًا إنك شرفتني بهالقناة شكرًا. اليوم. أوكي، نتحول على في حاجة موضوع بقى، آخر. أنا نعم، لمّا جيت نعم، أوروبا نعم، افتكرت العالم هيحتفل بقصتي يعني، يعني اهم، افتكرت العالم هيحتفل بقصتي، بالنسبة ليّا هي قصة جديرة بالاحتفال، نعم، جديرة بإن هي تتحكى يعني، فعلًا، نعم، مش لأنها ما فيهاش زيف، هي قصة مبنية على نضال حقيقي يعني، وتعب وتضحية علشان الفكر يعني، نعم، وعلشان فكر محترم، مش علشان فكر لا رجعي ولا متسلط على حد، عشان الفكر بيدعو للتسامح في الأساس والتعايش. نعم، ف القصة بتاعتي اتدفنت عمدًا، القصة بتاعتي اتدفنت القصة دي مثلًا لو قصة واحد إيراني مثلًا. أنت بتشوف الأسئلة أحمد صح؟ أنا آه، باحط الأسئلة إذا جات، هاي السؤال إلك. الرحلة استغرقت حوالي شهرين مثلًا. إمم، إمم، إمم. حوالي نعم، شهرين، من 25 أكتوبر لحد 20 ديسمبر، اهم، لحد 20 ديسمبر، حوالي شهرين يعني. حوالي شهرين، يعني وصلت لتونس ب20 بالضبط آه. ديسمبر صح؟ آه. آه، آه، بالنسبة لي كان القصة دي المفروض تتشهر أو تتعرف أو كده، بس كان في تعتيم يعني عليها، يعني ما لقيتش فرصة لإن هي تتحكى هذه القصة يعني، لا عن إمم، طريق مثلًا قناة مثلًا، من القنوات الغربية اللي بتتكلم باللغة العربية أو باللغات مختلفة. في ناس حاولت نعم، تعمل القصة دي وتطلّعها للنور، بس لقت عقبات، يعني فوجئت بعقبات. مؤسسات رفضت إن هي تعملها، يعني مثلًا مؤسسات مهمة يعني، بدون ذكر أسماء، مؤسسات إعلامية مهمة في العالم يعني. فالقصة بتاعتي ما لقيتش طريق لإن هي تتحكى على نطاق واسع، إلا عن نطاق يعني في نطاق البرامج ديّة يعني بتاعتنا. نعم، نعم، لمّا الشباب تم اعتقالهم، ماجد وبعدين شريف أو غيره، هم بيلاقوا نفس المشكلة بالمناسبة، إن في تعتيم، ما فيش حد مهتم، إحنا بنكلم كل الجهات وما حدش عاوز يتكلم، ما فيش حد عايز يهتم برضه، نفس الفكرة. نعم، في تعتيم، السبب إن ببساطة إن الأنظمة في أوروبا ما هياش عايزة آمم، تعمل للنظام المصري مشاكل أو تهز صورته أو كده يعني، عايزة تفضل حليفة ليه، ومش عايزة الشعوب بتاعتها تفهم إن هذا النظام ضد الحريات، فيتكلموا عن العلاقات ما بينهم وبين بعض، وليه أنتم عاملين ليه مثلًا بتروحوا للسيسي، تروحوا مصر، ليه بتستضيفوه، ليه عاملين علاقات كويسة وإيجابية مع بلد بتضطهد الناس بهذا الشكل، فهُم من مصلحتهم إن القصص دي كلها ما تخرجش للنور يعني. اللي إحنا بنحاول نعمله من خلال السوشيال ميديا إن إحنا نعمل اختراق يعني. من ضمن الحاجات اللي فكرت فيها مؤخرًا إن إحنا لازم نتكلم بالإنجليزية مع المجتمعات العالم، أو باللغات اللي إحنا بنتقنها، اللغات الأجنبية، علشان خاطر يعرفوا قصتنا، يعرفوا إن في حاجة الأنظمة بتاعتهم مش عايزينهم يعرفوها كشعوب، اهم، عن هذ ع عن الأنظمة في الشرق الأوسط يعني. اهم. هو أحمد إنه الموضوع هذا اللي أنت تذكره هسه
حول ارتباط هاي الدول بمصر ومصالحهم، وإنهم كونهم ما يريدون مثلًا شعوبهم تنتقدهم على هالموضوع هذا، ممكن جانب في جانب طبعًا كبير من الصحة، ولكن نفس الشيء ممكن أني أسمعه من المعارضين الإيرانيين، كوني أقدر أتفاهم معاهم بالفارسي، وكوني أقدر أتابع الفارسي وهي، نفس الكلام ونفس الانتقاد اللي تشوفه هنا. كان في شخص بالسويد تم اعتقاله في السويد ومحاكمته وحكمه الحكم عليه بالسجن، لأن القانون السويدي يسمح الجرائم اللي يعني جرائم ضد الإنسانية وجرائم مثلًا تعذيب السجناء في السجن أو إعدامهم، وهالجرائم هاي ممكن تُحاكم من قبل المحاكم السويدية إذا حتى جيت هنا ضيف يعني، ممكن مرّيت من هنا شخص ممكن يرفع عليك دعوة بالمحكمة السويدية وممكن تتحاكم وتنسجن هنا حتى إذا كنت مواطن لبلد آخر. فهذا الشخص اسمه حميد نوري، طبعًا تم يعني إلقاء القبض عليه وإيداع السجن، ولكن بعد هذا كان في مساومة كلش رخيصة بين الحكومة السويدية وحكومة إيران، اللي طبعًا اعتقلوا شخص هناك واتهموه بالتجسس وكانوا يريدون يعدموه، فقالوا إذا ما نتبادل ممكن هذا ينعدم، فاضطروا إنه يسلموه. فنفس الشيء موجود يعني حتى بالسويد مثلًا في هيك مسائل تصير، ولكن على العموم علاقات أوروبا بإيران يعني تتضمن من ضمن ما تتضمن غض الطرف أو العين عن الانتهاكات اللي تصير بإيران وعن الجرائم اللي بيسووها الملالي هناك. فالمسألة مو مسألة مصر فقط، مسألة كل العالم العربي وكل العالم اللي بيسموه عالم الإسلامي. والمسألة أساسًا إنه هذا الاضطهاد وهذا المعاناة اللي إحنا نشوفها ببلداننا وهاي الرجعية وهذا التخلُّف، يعني هو منجم ذهب بالنسبة إلهم. يعني تصوّر إذا الشرق الأوسط ما كان هذا الشرق الأوسط مع كل هالثروات هاي، مع كل هالعقول هاي، مع كل العمق الحضاري هذا، مع كل هالثروات اللي موجودة، يعني ما في شيء ما موجود بالشرق الأوسط. فكيف ممكن إنه كان البلدان الأوروبية والبلدان الإمبريالية ممكن تستغل الناس هالاستغلال هذا بهالمنطقة، وممكن تنهب ثرواتهم ومجهوداتهم ومنتوجات تعبهم. ما كان ممكن هالشيء هذا. فهذا جزء من النظام العالمي اللي نعيشه على العموم، وخصوصا بهاللحظة هاي. يعني تقريبا أنا ذاك اليوم كنت أفكر حامد عبد الصمد، وسمعت برنامج من البرامج بتلفزيون الألماني عن صعود حزب البديل من أجل ألمانيا. وقلت هلا حامد عبد الصمد، طبعا هذا الحزب بالتعاون والتواطؤ مع مجموعة أو ممكن يسموه منظمة الأعمال، منظمة يعني أعمال رجال الأعمال، وهاي يعني عندهم اتفاق معين إنه إذا وصلوا للسلطة مو فقط الناس اللي حاصلين على الإقامات من جديد، وهاي مو فقط الناس اللي بينتظرون الإقامات، حتى الناس اللي عندهم جنسيات وحتى أولادهم ممكن يطلعوهم من ألمانيا. يعني هو هذا المخطط اللي عندهم، مثل مخطط هتلر. هم طبعا حزب جذوره نازية. فكنت أفكر إنه ممكن يوم من الأيام يلزمون حامد عبد الصمد يقولون اطلع مننا من أوروبا، إنه أنت من خلفية، أو أني وأنت، حتى الناس اللي إحنا على أساس انتقادنا واختلافنا وتصوراتنا المختلفة مع البيئة هاي اللي مثلا يعني بنوعا ما قدرنا نتخلص منها، أو مثلا أنت مثلا حافظت على حريتك وحياتك بخروجك من مصر. ممكن انه هالحركات الرجعيه والنيوفاشيه اللي بالعالم والنازيه ممكن تجبر كل الناس من ضمنهم اني وانت انه للعوده لهاي البلدان. فهذا الوضع اللي نعيشه بالعالم كله وضع خطير جدا، والرجعيه والتخلف والاستبداد والقمع اللي موجود بعالمنا العربي واللي مسمى بالعالم الاسلامي هو تقريبا بيتكامل مع هالوضعيه اللي بتسيطر على العالم كله مع الاسف. نعم، صحيح، صحيح. آه.
فأريدك تعرف أو تعرف المتابعين لقناتنا بشريف جابر وماجد زكريا. أكيد أنت شريف بتابعهم أكثر مني. أنا تابع شريف جابر من زمان، ولكن ماجد زكريا شفت له بس كذا فيديو. في مشكلة بالكاميرا؟ لحظة، طيب لحظة، واضح إن في أوكي. مشكلة كمان. اوكي، كان في سؤال إلي موجه من مستمع من او متابع من المتابعين، يقول من هاي القناة؟ هذا قناة اسمه قناة هيوا. هو بالعادة أنا بث برامج باللغة الكردية، ولكن بين فترة وفترة يعني سوي برامج بالعربية وكذلك بالفارسية، يمكن بالمستقبل بالإنجليزية كمان. فإذا ما متابعين القناة لحد هسه تابعوا، لأنه راح تشوفون برامج يعني مفيدة، أو أتمناها تكون مفيدة. فتابعوا قناتي واعملوا لايك وشير، وطبعا راح أقدر مساعدتكم تقدير كبير إذا ساعدتوا في نشر الفيديو في السوشيال ميديا عندكم، لأنه البرنامج ما تبث على تيك توك ولا في فيسبوك، هو فقط في اليوتيوب. أشكركم. ننتظر أحمد للعودة. يبدو لي انه كان عنده اشكال. عاد احمد زين. اهلا وسهلا مره اخرى. كان لازم نعطيك استراحه، او نعمل فاصل ممكن، لانه ممكن متعب بالنسبه لك. انا مرتاح، انا بس اوجه اسئله وش اسمه واقعد اسمع واستمتع بس. انا كمان بتهندج مع تمام. شريف جابر من 2013 وهو بيعاني يعني. في البداية في الجامعة اتكلم مع زملاته، دردش معاهم في الدين، ف طردوه من الجامعة. عملوا له مجلس تأديب وبعدين طردوه. العميد قرر ان هو يطرده من الجامعة، فما كملش الكلية بتاعته. وهيعمل ايه يعني؟ قرر ان هو يفتح قناة على اليوتيوب يتكلم مع الناس، يدردش مع الناس. الفيديوهات بتاعته بتناقش المواضيع الدينية، بتناقش المسلمات، وبتنتقدها بطريقة ذكية. يعني ليه احنا مرغمين او مضطرين ان احنا نمشي ورا هذه المسلمات؟ ليه ما نفكرش؟ ليه اللي عايز يخرج من الدين ليه يكون عنده مشكلة في انه يخرج من الدين؟ ليه نعاقب الناس علشان خاطر مثلا مش عايزين يبقوا مسلمين بعد، او مش عاوز يبقى مسيحي بعد النهارده؟ ليه؟ واتكلم، انتقد الاسلام وانتقد المسيحيه برضو. يعني عمل فيديو برضو انتقد فيه المسيحيه والخرافات اللي فيها، وعمل فيديوهات بتنتقد خرافات معينه، وعمل فيديوهات بتتكلم عن طريقه التفكير الغلط اللي عندنا والانحياز التاكيدي والحاجات دي. وعمل فيديو برضو من الفيديوهات بتاعته انتقد فيها الدعاة نفسهم وطريقتهم واستغلالهم للناس. عمل فيديو مثلا انتقد فيه عبد الله رشدي، ازاي عبد الله رشدي بيتلاعب، ازاي بيسيطر على قطاع كبير جدا من الشباب، ازاي بيتابعوه، ليه بيبجلوه، ليه عقلية القطيع دي والحاجات دي. فهو شاب ذكي وبيتكلم في حاجات مهمة جدا. اللي ضايقهم في شريف ان الناس اللي بتتابعه كتير، والشباب الصغير اللي هو متحمس ليه وبيتابعه وبيحب الافكار بتاعته كتير جدا. فعلشان كده هم مش عارفين يتصرفوا معاه ازاي، يعني مش عارفين ازاي يمنعوه. يعني اعتقل، ضغطوا عليه، كل الحاجات دي هو ما وقفش يعني. فهم في النهاية اضطروا ان هم يعني يعتقلوه، ان هم ما قدروش يتعاملوا مع الخطاب بتاعته، ما قدروش يتعاملوا مع الاسئله بتاعته. مثلا ما جابوش مثلا شريف قالوا طب تعالى نجيبه قدام شيخ من المشايخ يتكلم معاه ونبين للناس ان كلامه غلط، لهم عارفين ان كلام شريف مش غلط. بالضبط. ماجد نفس الشيء. ماجد، بس ماجد يعني اكثر دبلوماسيه في الكلام بتاعه، في الخطاب بتاعه يعني.
حوارات مباشرة مش فيديوهات زي شريف بيتحاور مع الناس وبيسمع منهم. بيستخدم أسلوب غير صدامي، يعني ما بيصطدمش بشكل مستفز مع الأديان يعني، ما بيمارسش أسلوب الصدمة مثلًا أو أسلوب الاستفزاز، لأ بيمارس أسلوب هادي عبارة عن أسئلة على طريقة سقراط يعني. أسئلة نعم، إزاي عرفت كده؟ طيب بعد ما يجاوب مثلًا يقول عرفت كذا، تقول له طب إيه اللي عرّفك إن كذا ده صح؟ وهكذا بهذه الطريقة يعني. نعم، نعم، إمم، هو كان فاكر ماجد إن ده النظام مش هيبقى عنده مشكلة معاه، لإنه مش بيزدري الدين مثلًا، مش هيصطدم ولا بقانون ينتقد ولا يقول رأيه، بس يقول لي اثبت لي أني تركت الإسلام. أنا سمعت له فيديو مع شيخ بيقول أنا تركت الإسلام وأريد أرجع، تعال إمم، اقنعني. بالضبط. فيقول له مثلًا شو دليل إنه هذا الكتاب من رب العالمين؟ يقول يقرأ له آية، يقول أنا هذا مو دليل، يعني أعطيني دليل وهاي. فكان هاي برنامجه، يعني أنا شُفت برنامج منه يعني ما شُفت فيه نقد، يعني حتى بالمعنى الضيق للكلمة ما شُفت نقد. لا، 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 وعندي إمم، أنا برضه في القناة بتاعتي كان بيتكلم يعني، وقال لي: "أنا مش باصطدم بالأديان وما بازدريش الأديان بسبب حساسية الوضع بتاعي يعني، وفي قانون فأنا مش عاوز أصطدم بهذا القانون." نعم، لكن ده ما ينفعلوش لأن المشكلة مش عندهم مش كده، المشكلة عندهم إن طريقة ماجد دي نفسها بتحرّر الناس يعني، وإن لو سابوا الناس اللي زي ماجد يتكلموا، ممكن تغيير حقيقي جذري يحصل هم مش عاوزينه، مش عاوزين هذا التغيير الجذري. بالضبط. فهي دي مشكلتهم مع ماجد، وهي دي مشكلتهم مع شريف، وهي دي مشكلتهم مع أي حد، حتى الرسام الكاريكاتير اللي الرسوم بتاعته بتحفّز الناس على التفكير، اعتقلوه. نعم، نعم، نعم. ف بالنسبة لهم طبعًا مثل ما حكيت أنت، هم يعني فقط اسمين موجودين هسه، وفي الجهة اللي طبعًا أصدرت البيان اليوم. أنت كنت على تواصل وياهم، المبادرة المصرية آه، للحقوق الشخصية، دي حتى بوقتها ممكن نصحوك إنه أنت ما تجيب هم بينصحوا دايمًا إن إحنا ما نتكلمش يعني، نعم. منظمات وطبعًا الإنسان ما بيتكلمش يقول لك هاجيب أنا مختلف معاهم في كده، وأنا مش بالتزم بالنصيحة دي، آه، حتى في وضعي أنا لمّا كنت في مصر لمّا كانوا يقولوا لي ما تتكلمش كنت أقول لهم لأ أنا هاتكلم. طبعًا، في نعم، حالة شريف مثلًا أنا مش معقول هاشوف شاب مختفي قسريًا نعم، و يعني ما خد حتى حقه في إن هو يمثل أمام قاضي مش لا يمارس، فأسكت أنا يعني لأ من حقي إن أنا ما اسكتش، وده على مسؤوليتي الشخصية باتكلم يعني. نعم. ولكن أحمد، أنا طبعًا من قضيتك هاي اللي حكيتها أنت فترة طويلة أنت غِبت وما حد عرف أنت وين، يعني مو ممكن إنه يعني في دلائل وشواهد تثبت إنه في لأ هو كونه أعتقل دي حاجة أكيدة يعني، أنا أقدر أكيد. أكدها أوكي، يعني منين التأكيد من يعني كيف مصادر كيف؟ من مصادر آآ د د يعني يمكن الاعتماد عليها أوكي، تمامًا. أوكي، أوكي، آه. لا طبعًا شيء هذا، بس يعني لأنه كونه اختفى فقط مثلًا لأ، إنه ليس مثلًا لكونه في اختفى ناس. فقط، قعدت مدة أنا إمم، لحد ما اتحققت بشكل يعني كامل من الموضوع يعني، نعم، نعم، اتحققت بإن اعتقلوا إمتى وفين وإزاي كل الحاجات دي. نعم، الساعة 12:15 يوم 4 نعم. نوفمبر. الساعة 12:15 يوم 4 نوفمبر. 4 نوفمبر يعني كنا لسه داخلين في يوم جديد، 3 يوم 3 يوم 4 لسه كان بادئ أوكي، بالليل، 12:15 بالليل. أوكي، نعم، آآ نعم. نعم، و لا طالما هيك معلوم يعني المصادر اللي يعني آآ حتى التاريخ واليوم بالساعة بتعرفها، معناته يعني أنت وصلك المعلومة معناته اللي شاف معلومة ال دقيقة آه، وصحيحة. من اللي شاف اللي حصل وعاش الموضوع يعني. نعم، نعم، نعم. إمم. ولكن أنا طبعًا بغض النظر عن اختلافي من التوجه السياسي للمبادرة المصرية لحقوق الشخصية، توجههم السياسي بغض النظر عن اختلافي معهم، يعني حتى من الناحية الأمنية النصيحة اللي ينصحوها هم للناشطين مو نصيحة جيدة. يعني ممكن الحملات اللي أنتم هسه تعملوها
ممكن انه ما تقدر تنقذ شريف جابر من السجن ولا من الحكم اللي عليه، ولكن ممكن تحافظ على حياته. هو مش يعني كل كونه المسؤولين هم انه نفشي بيعتمدوا. خبر انه وجوده تحت يعني في قيد الاعتقال او في السجون المصريه، ممكن هذا بحد ذاته يكون سبب لانقاذ حياته. يعني منو يعرف انه الشخص اللي مثلا بيعملوا كده يعتقل في للأمانة مصر مع وين يخلوه؟ النشطاء، هم رؤيتهم النشطاء اللادينيين بالذات أو الشباب اللي هم ممسوكين بسبب ازدراء الأديان أو باتهامات زي دي، مم. مسألتهم حساسة جدًا، ومش في صالحهم إثارة الرأي العام، لأن الرأي العام هينقلب عليهم، ده وجهة نظرهم هم. في يعني الشريحة دي بالذات، مش عموم الناشطين، عشان أكون نعم. دقيق يعني، عشان خاطر الناس دي برضه بتعمل حملات إعلامية، هم نعم. بيعملوا لنفسهم حملات إعلامية في حالة اعتقال نشطاء تانيين من تيارات تانية يعني، عشان عارفين مم. إن دي هتكون مؤثرة بشكل إيجابي، عشان خاطر الناس هتبقى معاهم، عكس اللادينيين الناس هتبقى ضدهم من وجهة نظرهم هم، وأنا أختلف معاهم طبعًا في مم. النقطة دي، مم. مش باختلف يعني معاهم. هم مع الدعوة السرية يعني لأ، هم مع بيقول لك في حالة اعتقال إنسان لا ديني على خلفية تجديف وحاجات من دي، لو حصلت حملة إعلامية، الحملة الإعلامية دي تكون كأنها حملة تحريض ضده أو تقليب للرأي العام ضده، لأن الناس لمّا أوكي. هتعرف مش هتتعاطف مفهوم، معاه، مفهوم، لأ، مفهوم. هتضغط أكتر عشان خاطر يتعاقب. بس هذا الكلام ما يمشي مع مثلًا مع شريف جابر. شريف جابر معلوم يعني هو آه، مو أول يوم، وشخص معروف، صحيح. وشخص مثلًا يبين يعني هو ظاهر في قنوات التواصل الاجتماعي، وحتى أتصور ظهر في برنامج في ألمانيا همين، كان موجود في ألمانيا، وظهر كان في موجود في برنامج ألمانيا، والمفروض كان ما يرجعش من ألمانيا. المفروض ما كان يرجع أساسًا. هو هذا كان يمكن أنا من الأخطاء كلمته اللي أنا هو كلمته في أها. الفترة دي، في كلمته في الفترة الفترة دي، وقال لي: آه. "أنا أصلًا رجعت ألمانيا علشان خاطر رجعت مصر عشان خاطر تأثيرنا في مصر أقوى، وكلامنا من داخل مصر تأثيره أقوى." كان ده رأيه، وهو كان فاكر إن ما حدش هيعتقل وبقى هيسيبوه يتكلم يعني. اهم، اهم، اهم. في بس هو الفترة دي كان مختفي من زمان مو كانت صح؟ مرحلة انتقالية، أها. ما كناش فاهمين النظام اللي موجود هيقمع بهذا الشكل، اهم، ما كناش اهم، فاكرين إحنا ما كناش فاكرين إن القمع هيوصل لحد إن إحنا ما نقدرش نعمل حوار مع المجتمع على مسؤوليتنا. على اهم، مسؤوليتنا، أنا باقول لك على مسؤوليتنا، يعني أنا لمّا طلعت اهم. أتكلّم مع الناس على مسؤوليتي، عارف إن في ناس هتغضب منّي، وعارف إن حياتي مش هتبقى مهددة. يأمن حاجة، بس على مسؤوليتي. أنا كنت فاكر إن الدولة ما لهاش دخل بالموضوع ده، اهم، لو ما حمتنيش على الأقل مش هتعتقلني يعني، بس إحنا كنا فاهمين غلط، إحنا كنا اهم. فاهمين غلط. ندم شريف جابر بعد كده، ندم آه. إن هو رجع مصر. هو أيمتى رجع لمصر؟ هو رجع بعد الحلقة مباشرةً. كان في 2022 أو لأ، 2021؟ لا، في 17 أها، أوكي. أو 2016، 2017، في الفترة دي مش فاكر بالضبط يعني، اهم، اهم. بدري، الحلقة دي كانت من زمان. أوكي. وبس من وقتها أنا أشوف إنه يعني سمعت إنه من وقتها كان مختفي أساسًا. هو بيعمل فيديوهات ولكن مختفي عن الأنظار، صح؟ آه، لأ هو كان في البداية في الشقة بتاعته يعني، ويعني ما بيخرجش كتير، مش مختفي بس ما بيخرجش كتير. اهم، اهم. بعد كده لمّا الأمن نفسه بدأ يضايقه، هو يعني بقى شبه غيّر مكانه أكتر من مرّة، وبعدين بقى شبه قاعد ما بيتحرّكش يعني، ما بيخرجش، عشان ما يحتكّش بالناس، بقى كإنه حاب مح في حبس، كإنه في في إقامة جبرية في البيت يعني. آه. أوكي. زين بالنسبة للحملة اللي أنتم قمتوا بها، أتصوّر في اللاذقينيين بالخارج عاملين حملة طويلة. في سؤال أحمد أنا أريد أرُد عليه من فضلك. أوكي؟ اتفضل. في سؤال موجود أنا أريد أرُد عليه.
فاهم. مليون فلسطيني داخل سجون الاحتلال، أين المطالبين للحرية؟ ما هذا النفاق التواصل القنوات الاجتماعية؟ عزيزي زيد علي، أنا أعيش بالسويد، وتقريبا على قدر مقدرتي، يعني على قدر ما أقدر، ما فوتت ولا مظاهرة للفلسطينيين طلعوا ضد إسرائيل. وأنا سويت برامج بالكردي، مو حتى باللغة العربية، ضد إسرائيل وضد القمع الإسرائيلي وضد قمع الفلسطينيين. ولكن القضية الإنسانية ما تقسم ولا تقسم. القضية الإنسانية إذا الإنسان كان فعلا وفي لمبادئه ما تقسم. شريف جابر، الطفل الفلسطيني اللي بغزة اللي بينقتل على يد الفاشين الإسرائيليين، الشخص اللي يعاني بنيويورك وشيكاغو على يد ترامب وأجهزته القمعية، المهاجر الصومالي اللي هسه في مينيسوتا يعاني وما يعرف ايش راح يصير ببكره، الشخص البنت المحجبه اللي تعاني من التمييز ضده داخل ستوكهولم، هذول كلهم قضيه واحده وما نفرق بينهم. وهذا هو الرد على سؤالك، وهذا مو نفاق. وانا عن شخصي متسق مع مواقفي، متسق مع افكاري، وين ما كان الظلم موجود انا وقفت ضده. وهذا هو الرد على سؤالك، وشكرا. والحريه لشريف جابر وماجد زكريا. نعم. تفضل كمل. العفو، أنا لا وقفتك. تمام أنا يعني انتهيت من اللي أنا كنت باقوله، يعني انتهيت من اللي أنا كنت باقوله. أوكي. يعني إمم. قصدي يعني حكيت لنا عن الحملة، أنا تقريبا يعني صار عندي شرود ذهني من هذا السؤال اللي إجاني، وشفته سؤال يستحق الرد عليه. على كل حال الحملة تتواصل، وأتمنى نوصل يعني في القريب العاجل توصل لنا أخبار جيدة. أنا طبعا فرحت جدا لما شفت الإعلان هذا، وخبرتك أنه ممكن في إطلاق سراح وراح يصير في إطلاق سراح، لكن الضغوطات على النظام المصري لازم يستمر. إمم. وأنا عن نفسي إذا كان عندي يعني إمكانية ممكن كنت أنظم مظاهرات في ستوكهولم لأجل المطالبة بإطلاق سراح شريف جابر وماجد زكريا وكل الناس المتهمين في أفكارهم، والمتهمين يعني المعتقلين على أساس أفكارهم، وفي خرق واضح حتى للدستور المصري. بس ردت أني بالمناسبة أنا شفت أن الدستور المصري دستور إذا تشوفوا هذا على الورق شيء جميل جدا يعني. مش كله جميل، في مواد غبية جدًا، بس أعرف، بس هاي المواد اللي متعلقة بموضوع أعرف في الشريعة الإسلامية والقوانين تنطلق من الشريعة الإسلامية، هاي أعرفها. هذا حاله حال أي دستور في أي بلد آخر من البلدان اللي مسمى بالإسلامية. ولكن فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي، بالحريات الشخصية، بحرية المعتقد، يعني شوفوا كلمات جميلة جدا موجودة. فيعني ما في اعتراض واحتجاج على عدم دستورية هالأحكام هاي بمصر. وأشوف أنه القضاء في مصر يعني على ما نسمع انه القضاء في مصر ممكن يكون يعني محل انه يصير فيه جدالات ومناقشات حول هالامور هاي، لو انا غلطان. لا، القضاء في مصر في وضع يُرثى له يعني، في وضع سيء جدًا. نعم. القاضي مش محترم في مصر يعني لا يحترمه، النظام لا يحترم القاضي، السلطة التنفيذية ممكن تهزّأ القاضي وتهينه يعني وتجبره على أحكام يعني. لكن عاملين حاجة كده يعني آآ بروباجندا يعني، القضاء الشامخ، القضاء العادل، القضاء النزيه، القضاء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا القاضي مُهان للأسف. القاضي لمّا ضابط أمن وطني يتصل بيه يقول له إحنا عايزين كذا، كذا، يبقى ده مش قاضي، بيبقى ده مش قاضي. اكيد اكيد. وال ودي حاجة خطر جدًا على المجتمعات يعني، لمّا يكون القضاء فيها آآ ما هو إلا ممسحة في إيد السلطة التنفيذية، دي حاجة في منتهى السوء يعني، حاجة في منتهى السوء. نعم صح. الدستور زيه زي القانون في مصر، لا يتم احترامه
ولا يُجبر على احترامه إلا المواطنين الغلابة يعني. أنت بالضبط. مواطن، أنت مضطر تحترم القانون والدستور، لكن أنا كراجل في السُلطة أو حد مسنود من حد في السُلطة أو كده، ده كلام القانون ده مش ليّا يعني، ما هوّاش ليّا. ما هوّاش ليّا. إيه القانون اللي بيقول إن يتم إخفاء الإنسان قسريًا ومن غير ما اهم. يمثل قدّام قاضي يعني، في أي حتّة في العالم. بدون إعلان عن مكان تواجده، يعني عائلته عندهم حق، يعني ابنهم بالسجن ممكن ارتكب أي جريمة حتى، يعني ممكن إنه في مواجهة، يعني من أبسط القواعد والحقوق الإنسانية، يعني ما في بلد بالعالم يمنع هاي. بالمناسبة حتى الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللي مسمى بجمهورية القمع والإرهاب، وهذا صحيح، ما تمنع هالأمور هاي. إمم. يعني حتى نظام فاشي إسلامي مثل النظام الإيراني ما تمنع هالحقوق هاي. يعني أنا أعرف إنه في طبعًا ناس يختفون وفي اغتيالات، في ممكن يعتقلون الناس ويقتلوهم، في إعدامات، حملات إعدام. إيران البلد تقريبًا الأول نسبةً إلى سكانه بعدد الأحكام الإعدام، يمكن يتنافسون مع السعودية، مرّة السعودية تطلع الأولى ومرّة إيران تطلع الأولى، هذا التنافس موجود من هالناحية هاي. ولكن مع هذا السجون الإيرانية ممكن الناس يضربون بها، ممكن الناس يوجهون رسائل لخارج السجن حتى لمنظمات الحقوق الإنسانية، وهاي ممكن يسوون إضراب داخل السجن، وفي أخبار تطلع من إيران بهالصيغة هاي. هذا اللي يصير بمصر هو مصر ما كان يصير أيام النظام البعثي، يعني النظام السيسي بيقلد النظام البعثي في العراق والنظام البعثي في سوريا. إمم. يعني ما يعني ممكن إنه ما يكون بهالضخامة هاي لعدم وجود المعارضة بالضخامة هاي في مصر، إمم. وإلا الممارسات نفس الممارسات الصور. نفس الممارسات، نعم، هي نفس الممارسات السُلطة بتستبيح المواطنين، بالضبط. بتستبيح السكان في الحقيقة. أنا لمّا كنت عايش في مصر كنت حاسس إن أنا مستباح. اهم. ما ليش حقوق، ما ليش حقوق ببساطة، ما ليش حقوق. السُلطة اللي من شأنها إن هي تحميني بتبلطج عليّا، بتبلطج عليّا. ب ب بال ب بم السُلطة اللي من شأنها إن هي تطبّق القانون بتبلطج على الناس بالمخالفة للقانون يعني. مضبوط. فالاحتيال بهذه الطريقة إن الأمن ياخد إنسان من بيته ويفضل مخبّيه لحد ما يقرر بمزاجه هو بقى إن هو يتعرض على النيابة الإجراءات القضائية تاخد مسارها. الكلام ده بقى بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، حسب مزاج الأمن الوطني. ده يعني إعلان سافر عن انتهاك الإنسان المصري يعني. بالضبط، صح. على كل حال أنا مضطر إنه أنهي الحلقة، ولو الكلام معك ما ينشبع منه مثل ما يقولون شكرًا شمال، شكرًا. بالعراقيين، بس يعني أهلًا وسهلًا بك، يعني أسعدتني جدًا بهاللقاء هذا، وأشكرك. شكرًا و ليك يا عزيزي. شكرًا. أكثر أعرف إنه كان يوم طويل بالنسبة إلك، دراسة وعمل وهاي، فما أتعبك أكثر من هاي. شكرًا يا شكرًا أستاذ. جزيلًا مرة أخرى، على أمل إنه يعني نستلم أخبار ونعرف أخبار جيدة عن شريف جابر وماجد زكريا وكل المعتقلين، شكرًا معتقلي ليك. الضمير في السجون المصرية. شكرًا جزيلًا شمال، وتحياتي ليك ولكل الأصدقاء الأعزاء المشاهدين والمتابعين والمحبين للأخ شمال علي. شكرًا جزيلًا. شكرًا لك، شكرًا. نعم، المتابعين الأعزاء، بهذا أنتهي من برنامج اليوم. طبعًا مرة أخرى أذكر إنه هذا قناة هيوا، هي قناة باللغة الكردية، ولكن بين الفترة والأخرى يعني يصير عندي فرصة إنه أسوي برامج بالعربية أيضًا، على أمل متابعة القناة، وإنه تتابعون القناة وتعرّفون الناس اللي أصدقائكم ومتابعيكم بهذا القناة. شكرًا جزيلًا للمتابعة، يسعدكم مساءً جميعًا أينما كنتم، وإلى اللقاء.